اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. النهارده هنعمل حلقه يعني برضو من سلسله فسحه، هي مطوله معانا شويه لان انا بحاول اظبط حاجات كده في الاستوديو يعني، واننا يعني بره، فقلنا نجرب مطعم اللي احنا كنا قلنا عليه في اول حلقه، الا وهو مطعم الحطاب. المطعم دوت احنا اتكلمنا عليه في اول حلقه، اللي احنا حاولنا نطلب منه وبتاع عشان كنا بندور على بيتزا نابولي وكده. ممكن تشوفوها، هي اوكي مش احسن حاجه لان هي كبدايه لسه، يعني المحتوى بتاعها حلو يعني. هحطها لكم في الانفو فوق. المطعم بقى حطاب دوت بيعملوه، فهو بيعمل نفس البيتزا النابولي يعني، اللي هي زي كده، اللي هي بتبقى يعني ايه محروقه من الاطراف، تبقى منفوخ كده شويه، وبرده بيبقى الحشو بتاعها ايه مختلف. فاحنا طلبنا الاوردر في الاول، بعد كده دخلنا واستنينا كده بتاع تلت ساعه مع بال ما الاوردر ما يجهز، على اساس اللي هو ايه ما يعرفش اللي احنا عايزين نصور كده. هو عامه لسه داخل علينا من شويه وقال لنا خلص الاوردر في 5 دقائق، فقشطه يعني. فبس لحد ما الاوردر ما يجهز ادخل لكم بقى ايه بالشطات اللي احنا متعودين عليها في كل حلقه من سلسله فسحه. وايه يلا بينا. وتمام كده نزل لنا البيتزا المارجريتا. هو عامة شكلها جامد جدا ومطتها تحفة جدا، بس فيها برضو حتة الكراست اللي انا قلت لكم عليه. خلينا ندوق كده. يلا بسم الله. بص شوف بص المطة، بص الحلو. يلا بسم الله. بص، هو البيتزا المارجريتا هي بيزك جدا يعني، مجرد طماطم تقريبا، زيت زيتون من بره. طب اكسكيوز مي انا بقى معلش. كبيزك، فهي طعمها تحفه جدا، زائد ان العجينه فيها طعم كده مختلف. ديت مثلا نديها كام يعني؟ بصوا احنا هنبدا باللي بينزل لنا الاول يا ابني بقى. بس ديت نديها كام؟ نديها يعني بص، استنى قطمه ثانيه وادي لك كرأي. ديت ممكن نديها 3.5 من 5. كان طعم الصلصه محتاج يزيد سيكه في التتبيله بتاعتها وبس. ونستنى لحد ما الاوردر تاني ما يجي. وتاني بيتزا معانا وهي البيتزا البيبروني. هي من حشوتها انا شايف ان حشوتها كتير جدا، وان هو حاطط بيبروني كتير على الوش. اهو برده بصوا يعني ايه يعني، بصوا حته الحروقه والبيتزا منفوخه من الجنب، فهي ديت كده اللي معموله على الحطب الشكل دوت. اتمنى ان انا اشوفه في مطاعم كتير يعني قريب. يعني خلينا بقى ايه ندوق البيتزا البيبروني. هو كلهم بيمطوا يعني، فقشطه. الجبنه بتاعتهم تقريبا الكواليتي بتاعتها كويسه. ويلا بينا ندوق البيبروني. استنى، انا عايز ادوق الكراست اصلا من ساعه ما انا جيت هنا وانا عايز ادوق الكراست. في حته ان الصلصه تتبيلتها مش قويه قوي وزي ما كنت متخيل، اللي هي مثلا هتبقى عاليه قوي فتدي طعم حلو كده زي دومينوز بيتزا. بس لا، ككواليتي لحد دلوقتي البيبروني طعمه حلو، والبيتزا ككواليتي مخدومه، جبنه تحفه جدا. شفتوا المطه بتروح لحد فين. تمام. مكونات البيتزا البيبروني هي برده نفس الحكايه، بس هنا شلك الريحان تقريبا وحط البيبروني، بس هي نفس المكونات، صلصه جبنه بيبروني ومن فوق زيت زيتون. تمام. ديت نديها كام؟ هي ستيل حلوه يعني، فممكن نديها مثلا يعني 4 من 5. تمام. ونخش على البيتزا اللي بعدها وهي تالت بيتزا معانا، وهي بيتزا الحطاب. البيتزا ديت متسميه باسمهم. مكوناتها ايه؟ هو بيقول لك هي نص فرخه تقريبا مشويه. بيتزا عامه بتبقى لارج. هو انا مش فاهم فين النص فرخه، ممكن تكون نص فرخه متقطعه، بس ما اظنش ان كل دوت يعني نص فرخه. خلينا ايه ندوق الطعم. هو بصوا يعني عشان ايه ما نحرقش في الوقت وكده، هو كلهم بيبقوا نفس المكونات تقريبا، صلصه جبنه وزيت زيتون، والتوبينج بقى اللي هتحط ايا كان ايه هو. خلينا بقى ندوق. ما مطتش معايا. بسم الله. ايه ده؟ لا استنى قطمه ثانيه.
لا حلوه يعني. بص الفراخ هي لها تتبيله ودي حاجه غريبه، تقريبا فراخ متبله ومشويه ومحطوطه كمان على البيتزا، والبيتزا كمان التوبنج بتاعها محترم، تستاهل فعلا ان هي تسمى على اسم المكان. ديت ممكن نديها مثلا 4 من 5 ونستنى البيتزا اللي جايه اللي مش عارف ايه هي اصلا. ويلا بينا رابع بيتزا معانا وهي بيتزا السي فود. هو تمام كانش عنده سبيت خالص، فقال لي احنا هنعمله لك بيتزا جمبري. بيتزا جمبري بقى فيها حاجه مختلفه يعني، حط لك هنا فلفل الوان، فانا مش عارف ديت حاجه يعني مثلا هتضيف طعم كويس ولا لا. وشايف ان في صلصه بدات تطلع على الوش والصلصه بدات تكتر شويه، انا مش عارف هل دوت هيأثر على الطعم ولا برضو الصلصه هتبقى ما فيهاش طعم كده قوي لسه يعني. فخلينا نشوف. طلع سخنه قوي، خلينا نشوف كده. بسم الله. ما مطتش. تمام. هو الجمبري في الحشوه بتاعته يعني هو متوصلي شويه تقريبا عشان ما كانش في سوق بيت، وتقريبا عشان دي اتعملت متاخر. شايف اللي احنا بقى ايه بنعمل فيديوهات وكده يعني، فزود جمبري شويه. خلينا بقى ايه نقول الطعم عامل ازاي. البيتزا سبايسي تقريبا، اللي فوق دوت ما كانش صلصه، دي كانت سبايسي وتشيز حاجه حلوه يعني. البيتزا مخدومه كويس لحد دلوقتي يعني، ما فيش حاجه ضايقتني لحد دلوقتي. ممكن بيتزا مارجريتا عشان الصلصه بتاعتها ما كانتش كويسه، يعني ما كانش فيها طعم قوي يعني، فكانت اللي هو محتواها فقير لحد ما، لكن كتجربه وكبرزنتيشن توب. تمام كده. بالنسبه للبيتزا الجمبري هو تمام، انا مش قادر احدد هل الجمبري دوت فريش ولا مجمد. هو غالبا يعني هيكون مجمد يعني، مفيش مطعم بتحط لك جمبري فريش، لكن هو طعمه باين قوي. حته السبايسي ديت حلوه يعني، اضافه جديده، لكن هي ما ضايقتنيش في حاجه. لكن لو احنا قارناها بالبيتزات الثانيه، لا بيتزا الحطاب كانت احلى سيكه. فديت نديها كام؟ نديها مثلا 3.5 لو احنا قارناها. لو احنا ما قارناهاش هتاخد 4 من 5. حلو. ناخد قطمه ثانيه ونخش على اللي بعده. هتبقى بيتزا رول. وتمام يا شباب، المايك فصل معانا فهنضطر نكمل الجزء دوت فويس اوفر. اخر حاجه طلبناها وهي البيتزا رول. احنا طلبناها مشكل جبن، من باين من شكلها ان هي الحشو مليان جدا والجبنه بتبظ منها، وكان فيها تقريبا 3 انواع جبن. ديت بقى البيتزا رول مش البيتزا العاديه. خلينا نشوف ايه المختلف عنها او ايه المميز عامه في البيتزا رول. تمام ويلا بينا. بسم الله. هو عامه هي ما ادتنيش اي احساس جديد. هي يعني مستواها مش نفس بمستوى البيتزات التانية، هي نفس مكونات البيتزات التانية بس ملفوفة، معمولة بيتزا رول. صراحة ما حسيتش بأي اختلاف عنها عن سندوتش الجبنة، فلأ مش الصراحة إن هي زي باقي البيتزات. فممكن نديها مثلا 2.5 من 5. هي ما اختلفتش حاجة عن سندوتش الجبنة. فما اظنش ان انا لو جيت تاني المحل او لو جيت تاني الحطاب اني ممكن اطلب البيتزا مشكل الجبن وتكون بيتزا رول، لان ما حسيتش باي اختلاف. ولو عايزين ارشح لكم حاجه زي ما احنا متعودين، فالحاجه اللي هتاخد 5 من 5 الا وهي بيتزا الحطاب، لان طبعا حجمها كبير والحشو كويس. بس هي ديت كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى نوصل باللايكات لمثلا 100 لايك، عشان فعلا المحتوى دوت مرهق متعب عشان يوصل لكم بنفس الشكل دوت. فاتمنى على الاقل يعني نوصل 100 لايك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش الشير، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وسلام.